سمير حسني ممثل مصري تخرج عام 1973 من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما يعد من الفنانين الذين لاقوا شهرة كبيرة في الدول العربية أكثر منها في مصر. شارك الفنان سمير حسني في العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، منها مسلسل طريق النور، مسلسل شجرة الحرمان، ومسلسل الإمام الطبري، ومسلسل محمد رسول الله، ومسلسل حادي بادي، ومسلسل كنوز لا تضيع، ومسلسل فارس وسيف وقلم، ومسلسل بنت الأيام. أنا عايزك تروحي معايا علشان تشوفي العروسة. بنت مين؟ بنت ناس طيبين ومستورين وهيعجبوكي قوي. مين اللي دلك عليهم؟ قلبي. يا فضيحتي. إيه؟ اسمع بقى، انا معرفش في الحاجات دي بقى. انا اروح لعمك شاهين باشا واقول له تعالى اخطب لابن اخوك واحده قلبه دلوا عليها؟ ودي فيها ايه دي؟ انتوا ناويين تعملوا فيا ايه؟ هو انا مش كفايه عليا اختكم الكبيره من نهار ما مات جوزها وهي عايشه لوحدها؟ وبصراحه كده ولاد عمامكم مش عاجبهم الحال المايل ده. ما الشقه اهي قد الدنيا، تروح تقعد لي في فيلا طويله عريضه بجنينه لوحدها؟ ليه؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ دي شابه وحلوه. لولو يا ماما طول عمرها تحب تبقى لوحدها. عيب عيب. خلونا في حكايتي أنا. شوف بقى، انا فلاحه، لا نعرف قلبي ولا اعرف كبدي. مش هروح معاك للبت اللي انت عايزها بتاعت قلبك دي. انا عندي نفيسه بنت عمك احسن. كما شارك الفنان سمير حسني في العديد من الأفلام، منها فيلم حبيبتي شقية جدا عام 1974، فيلم الحساب يا مدموزيل عام 1976، وفيلم حساب السنين عام 1978، وفيلم اللعبة عام 1978، وفيلم وداعا للعذاب عام 1978، وفيلم الراقصة والشيطان عام 1992، فيلم امرأة من زجاج عام 1977. التحقيق خلص. سيادة رئيس النيابة أشر بتقديم المتهم للمحاكمة. بيقول لك أنت اللي لازم تترافع في القضية دي. أنا؟ أيوه. الجلسة اتحددت بعد بكرة. كما شارك الفنان سمير حسني بالعديد من المسرحيات مثل رمضان والمسحراتي، ومسرحية منين أجيب ناس، ومسرحية الأستاذ مزيكا مع الفنان الكبير سمير غانم. رحم الله الفنان سمير حسني لما قدمه من أعمال كثيرة على مدار حياته.